هذا انصدم صراحة، باوع على الصورة وباوع عليه. قال لي هذا منو؟ خاف شبيهك. قلت له والله مو شبيه. قلت له هذا اني. هو قام قبل قال لي اني ما اريد اجرحك بالكلام. قال لي اني ما اريد اجرحك بالكلام. قال لي بس تعال وياي اريدك تباوع على المراية. رحت اني قدام المراية باوعت. سوى لي التليفون هيجي قدام المراية بحيث انا اقدر اشوفه. قال لي باوع لي على التليفون وباوع لي على المراية، واريد اشوفك، اريد تقول لي ايش تشوف قدامك. انا صراحة كنت انا يعني اقول لكم الحبوب ماخذتني، يعني ماخذتني الطريق ما حلو. بدت الحبوب قاعد تاخذني يعني، بس بهاي الثانية اني دست ستوب. اباوع على نفسي بالمراية واباوع على هذا الشخص اللي موجود بالصورة اللي هو اني. اباوع على الشخص بالمراية واباوع على الشخص هذا. قلت له انا ما اعرف شو اقول، دمعت عيني بوقتها. زين لزمني من انا. هو طبعا اكبر من عندي كان عمري اني بهذا الوقت 26 سنة وهو عمره 45 سنة، يعني اكبر من عندي ب20 سنة. يعني من باوع عليه انسان يعني شلون اقول لكم مشيب شعره مشيب. لزمني منه انا. اتذكر حتى لي هسه اللحظات اللي صارت وياي وهاي ما انساها ابد. هاي دروس يعني بالحياة عندي ما انساهن. زين ما انساهن ابد. لزمني منه انا قال لي شوف، قال لي انت بكيفك، انت بايدك تختار تصير انسان ناجح لو تصير انسان فاشل. قال لي انت تريد تصير انسان مدمن؟ قال لي هاي حلوة. قربني على المراية قال لي هاي حلوة. قلت له عندك حق. وصراحة بوقتها قمت ابكي. زين قبل دارني بالي ضرب على صدري. قال لي انت رجال دير بالك تخلي احد يقول لك كلام وينزل منك. قال لي السجن للزلم. قال لي انت ما دام سويت شي انت تتحمل تجي تقعد بالسجن تخلص عقوبتك وتطلع وانت رافع راسك، مو تطلع لي واحد جانكي ما تعرف حتى طريقك وين ولا تعرف اسمك وين. لو تطلع لي واحد فاشل لو تسوي مشاكل مرة ثانية. قال لي حاول تلعبها صح. قال لي شوف نفسك وشوف نفسك هنا. أنا باوعت عليه. قلت له عندك حق. اجى وراها حضني قال لي أنا يمكن بالأيام القادمة أنا يمكن راح ينقلوني من هنا. أريد منك تعطيني وعد. قال لي أريد من عندك تعطيني وعد إنه أنت راح تغير من شخصيتك، راح تغير من نفسك. عوف الحبوب. قال لي عوف الحبوب صحيح الحبوب راح تتأذى. قال لي بس أنا ما راح أعوفك. قال لي أنا ما راح أعوفك. قال لي أنا راح أخليك غصبا ما عليك تترك الحبوب. قلت له بس هذا الشي راح يأذيني. قال لي ماكو شي يأذيك. قال لي أنت بعقلك إذا تريد شي راح تسويه. قلت له أوكي. أنا بوقتها كان عندي جرعات قوية مال الحبوب. بهذا اليوم صراحة قلت أنا راح أتوقف بعد ما أريد أخذ. اجاني الدكتور بالليل. هلو سيزر تعال على شو اسمه دا نعطيك الحبوب. قلت له أنا ما أريد. زين قال لي الدكتور قال لي شنو ما تريد هو بكيفك. قال لي هاي الجرعة إذا أنت توقف عنها مرة واحدة راح تتأذى. قلت له أنا ما أريد. قال لي أوكي لعد لا تدوس لنا الإنذار بالليل وما أعرف شنو تدوخنا. ما تريد ماكو مشكلة. رجعت أول يوم صراحة ما كان أذية قوية. ثاني يوم شباب بلشت الألم مال ترك الحبوب وترك هذني السوالف. والله العظيم وداعت أعز ما عندي. هذا الألم ما ينوصف أبدا. تدرون شنو الألم اللي يصير؟ المشكلة ما أقدر أوصف لكم هذا الألم، بس هذا الألم لي هسه أتذكره كأنه صاير البارحة. يعني شلون أقول لكم، تحس أكو فشي داخل جسمك
قاعد يمشي ويا عظمك ألم قوي وأنت ما تعرف شو تسوي. تخيلوا كنت آخذ، والله العظيم كنت آخذ شريط حبوب كامل حتى بس أريد أنام ما أقدر. وهذا الإنسان العراقي ما تركني، يظل وياي للساعة 5 الصبح، يظل قاعد، أنا ما أقدر أنام، هو كمان ما يقدر ما ينام. يقوم يقول لي تعال ساعة بيش، يباوع على الساعة 2 بالليل، امشي نتمرن، ننزع التيشيرتات، تمرين حتى بس اتعب شوية اقدر انام. ما يتركني، تمرين ماكو. يقول لي قوم روح اسبح. زين، كان ما عندنا احنا دوش بالزنزانة، كان عندنا مثلا تكرمون تواليت، شو نسوي؟ نمليه مي ونطب التواليت قبل ذئب، ما يكون بارد، مع العلم كان الجو شتاء، بس نذب مي بارد حتى شنو اصحى. ذب مي بارد، ارجع تمرين ما كان ينام، ظل وياي تقريبا. والله العظيم انا ليش ما انا دائما اكرر هذا الطريق مال الحبوب وكذا ما حلو، لاني يا اخي وصلت عندي ايام شباب شو اسوي؟ يعني اجيب ايدي احاول اكلها من الالم اللي عندي، اريد بس الالم يوقف، ماكو الالم. تدرون يعني مجرد اني ما احط شو اسمه ما اتمدد على الشرباية الالم يجيني بكل جسمي، ماكو. لازم شو اسوي؟ انا هيك كانت حالتي، اقوم هيك، زين اقوم هيك اتمشى، هيك اقوم اتمشى هيك بالزنزانة، اظل روحة جاية اظل الله وكيلكم من ساعة بالوحدة بالليل لحد ساعة بالستة الصبح، روح تعال الزنزانة اخذها، روح جاية ماكو. اريد بس الالم يوقف. المشكلة الرجل تصير شو تصير بيها؟ الرجل شو تصير بيها؟ تصير بيها تلزمك حرارة من جوا لحد هنا، لحد هذا المكان. الحرارة شنو؟ كل ما تريد تنام هاي الحرارة تقب عليك، تخليك تقوم راحة جاية. ليش؟ من تتمشى على رجلك الحرارة شوية تنزل، يكون التعب ينزل وياك. زين، وأظل تعبان حيل، هذا الإنسان ماكو، ما عافني، والله العظيم ما عافني، ظل وياي يقول لي أنت تقدر، يقول لي أنت هسه لمدة 10 أيام أنت هذا الألم راح يروح منك. قال لي 10 أيام أنت هذا الألم راح يروح من عندك. وما أقول لكم حاولت، ظليت أحاول، قلت أنا أقدر، ما راح أتوقف، أقدر. شوية بديت أسترجع عافيتي، شوية بديت أسترجع قوتي، تمارين يومية حتى شنو بس أريد أتعب وأنام. بس هاي 10 أيام ما أقدر ما يمكن، والله العظيم بال24 ساعة أنام لي ساعة واحدة. إيش وقت أصلخ لي النومة العصرية ورا التمرين بالضبط، أروح للحديد أشيل أكثر من عندي، أشيل لحد ما أتعب، بحيث يدي تقوم الحديد اللي أشيله أقوم يدي بعد ما تقدر، تقوم يدي ترجف، وكل ما أذب الهاية يجي علي هو شيل، يقول لي شيل هيك، يقوم يعيط. مرات يجون الضباط عبالهم ما حدا نتعارك، يقول لهم ماكم علاقة احنا دا نتمرن. زين، شيل، واحاول اشيل واوقع، اقول له ما دا اقدر. طبعا انا عرقان من فوق لي جوا منتهي، يقول لي